يا استاذ طارق وبعدين يبقى حضرتك تسالني في البتاع. اتفضل. اكمل كلامي وبعدين بسالك. اتفضل يا باشا. عندنا نمره 3 اللقاء اللي كان مع السيد وزير الشباب والرياضه. انا قلت له التحكيم بيعمل ايه؟ التحكيم الفاجر، ثاني فاجر. فاجر. وانا نازل طلع مين؟ طلع الاخ جمال علام. جمال علام فاكر نفسه فتوه. يا جمال خليك في حجمك الطبيعي. انت عارف مين اللي جابك؟ انت ومجلسك. يعني زياده هقول، ولما اقول هيتوقف النشاط الرياضي في مصر. انا بقول لك هو على الهوا. تمام؟ فكانت موضوعات كثيره عديده اهمها توقيع الخطاب بتاع موافقه الوزير على نقل ملكيه قناه الزمالك من الشركه المتحده لنادي الزمالك. ده كان ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها. تمام؟ 2 موضوع الاستاد. تمام؟ نمرة 3 ميعاد السيد وزير الماليه لان هو سياده الوزير هو اللي حدده مشكورا. وزير الشباب والرياضه. نمرة 4 كان التحكيم. انا بس ليا سؤال. يعني ايه في ولد اسمه شوبير تاني عيل تافه الشركه المتحده خايفه منه ليه؟ كل مره يقولوا له ما تجيبش اسم الزمالك. تمام؟ النهارده بيقول لك مش بيقول اتوقف امين عمر وتوقف اسمه ايه ده الواد الثاني اسمه سمير جمال ولا جمال سمير دوت. سمير جمال. لا ما حدش حامل الرايه. هو انت يا ابني بتتحدى مين؟ انت عايز توصلنا نقول للشركه الراعيه شكرا مع السلامه. الناس ما بتجيش عشان الشركه الراعيه، الناس بتيجي لي انا وانا اللي بديها للشركه الراعيه عشان نجيب من الاخر. تاني الناس جايه المرتضى منصور والزمالك. تمام؟ لكن احنا عشان ملتزمين قلنا 20% للشركه الراعيه علشان الشركه الوطنيه. والناس جايه لي انا ونادي الزمالك. ما هو كلمتين. مش هدخل كاميرات المباريات للزمالك، ما عنديش بس عن طريقكم. 2 ما عنديش رعايه ليكم. لان العقود تنفذ بحسن نيه طبقا للقانون المدني. حضرتك اللي انت بتعمله ده شغل بلطجه. شوبير كل يوم بيقل ادبه علينا. يقول لك ايه؟ هم ما توقفوش، انت بتستفز جماهير الزمالك. وبعدين يقول لك ايه؟ البروتوكول رايحين ده يا جماعه بروتوكول طبيعي. كل 3 اشهر بيعملوا كشف دوري على كل الانديه في مصر. تاني عيب لم نفسك يالا. فقال والله العظيم اجي اجيبك من بيتك. بقول قدام هاجي اجيبك من بيتك عشان انت ما تجيش بادب ومش عايز تلم نفسك. عندك 100 مصيبه في الاهلي بس ابني بيلعب هناك يا جماعه. ابني بيلعب 5 مليون. والشركه المتحده خايفه منه ليه؟ مين ده؟ مين ده؟ بس مين الولد ده؟ لا صوت ولا شكل ولا تاريخ. حاجه ما تشرفكوش يا شركه متحده يا محترمه. انما لازم اذاعه الصبح يقل ادبه وبالليل يقل ادبه واكاذيب واكاذيب. النهارده انت ليك ضربتين جزاء. واحنا قلنا بلاش الولد اللي اسمه مدحت مصطفى ولا مصطفى مدحت ده يبقى في الفار. تمام؟ لان الافندي دون عادي. الراجل في ماتش كان الاهلي قال لك والله اشتقنا لكم مش كده؟ وبعدين على صفحته الشخصيه تاني بيقول لك كل العيانين بييجوا ما عدا الزمالك. طب وده يبقى فار؟ والاسوأ والاوسخ ان جمال علام بتاع الريسبشن اللي شغال في الريسبشن. تمام؟ يوم اسود يوم ما جه. تاني يوم اسود يوم ما جه. شوبير راكب خلاص ركب. هو اللي بيختار الحكام. الراجل الوزير قال لك المطلوب ما تتدخلش بس ما تستفزوش الجماهير. النهارده الداخليه بتشتكي. مش كده؟ صحيح. وفيتشر بتشتكي. والمحله بتشتكي. وبيراميدز اشتكى. نعم؟ بيراميدز النهارده اشتكى. يا باشا كل الناس بتشتكي من التحكيم. يوم الافندي اللي اسمه جمال علام ما اعرفش يجي ازاي ده يا جماعه. وانت فين يا حازم امام؟ ما انا قلت لك كل مشكلتك الشعره تيجي كده واللي هي تقميص قوي. دي مشكلتك. ده انت عندك راجل مش زملكاوي شخصيه محترمه اسمه الدكتور ايهاب شغال في صدى البلد اللي فيه احمد موسى عند الدكتور محمد عمرين المحترم. قال لك ده تسلل مش جول وكفايه بقى كده. هو اللي قال ده عندي ولا عضو اتحاد؟ عضو اتحاد. يوم جمال علام ينزل من عند الوزير
في الاجتماع اللي عمله مع الراجل، ما اعرفش بيجتمعوا عن طريق التلفزيون ولا عن طريق الشباب، يقول له ايه؟ احنا وراك وبنأيدك وبندعمك. لا الوزير ما قالش كده. الوزير قال في محاسبه، ومن حق الوزير يقول محاسبه. تمام؟ يوم الثاني يقول له ايه؟ كل الانديه مبسوطه مني ما عدا نادي واحد اللي بيكرهني، الزمالك. لا كل الانديه مش طايقاك. وانا هعمل لكم بلاغ يوم السبت ان شاء الله لمعالي النائب العام المحترم اهدار مال عام، لان ال 40,000 دولار دول اللي هم بيبقوا 1,300,000 كل شهر، البلد اولى بيهم. البلد اولى بيهم. التحكيم المصري لم يرى في تاريخه اسوأ من المرحله بتاع الراجل المجنون السكران ده. تمام؟ وبعدين الناس كلها قالت لك كره تسلل، طلع قال لك لا كره جول. لا جول. ده سكران يا جماعه. ده اهدار ملعب يا حازمي. انا نفسي اسمعك وانت بتنطق في استوديو بدل ما تقطع في الراجل واللعيبه وقول لا التحكيم ده مش مظبوط. لا احنا ضربتين جزاء زي ما كلهم بيعملوا. كل الولاد اللي بيطلعوا من النادي الاهلي في استاد التحليل، حتى الشيخ اللي هو مش خايف من النار اصلا، والكره تبقى مش جون يقول لك جون. طب نعمل له ايه؟ هو كده. انما احنا بتوعنا احنا ايمن يونس لا انا مش هتكلم. حد ما يقول لا 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 يمشوني. كله بيخاف من شوبير. تاني ويعني ايه اعلامي؟ كل يوم الصبح وبالليل يطلع لنا ونائب رئيس نادي فيوتشر. يعني ايه؟ يعني ايه الاثنين مع بعض؟ مش دي بيسموها تضارب مصالح؟ مفيش مره تخلي عندك دم وتقول في حكم حسب جول للاهلي غلط، او الاهلي كان عليه ضربه جزاء، الكره اللي جت في ايد الواد ياسر. خلي عندك دم. بس ضمير مين؟ واحد بيقول لك انا زورت الانتخابات وحطيت 5000. واحد عنده مكالمات جنسيه على الهواء. واحد طايح في البلد وكلهم سايبينه زي ما هم سايبين ممدوح عباس والاخ اللي اسمه الخطيب. فجمهور الزمالك اقف ورا فريقك. ده الوقت اللي محتاج تقف وراه ده. انما في الفوز زي ما انا قلت اي فرح بتلاقي ناس مش معزومه وقاعده. تمام؟ ما حدش هيقول له انت جاي مع مين. الا مره واحده في فيلم كده قال له ما كانش بتاع باين عادل امام، قال له انت مع اهل العروس، جاي مع العروسه؟ لا. جاي مع العريس؟ لا. طلع راح ياكل يتفرج على الرقاصه. تمام؟ في الافراح الناس بتروح. عشان كده بقول لك في النادي وهو فايق وما بيضربش بالتحكيم، والقرف اللي عاملينه ممدوح عباس وهاني زاده اللي عارف الطريق ازاي يعمل قرف، والاخ الخطيب. تمام؟ الكره مش عايزه تخش الجول واحنا متكلين على ربنا. اعتمد على الله. على الله كله. على الله. تمام؟ مع تحكيم فاسد فاجر، مع راجل سكران، مع اتحاد كوره ضعيف. الراجل ده دايما يقول له يا اخي من فضلك، انا بصفه الراجل وزير الشباب بيقول لك لا الزمالك ولا الاهلي ولا الاتحاد ولا الاسماعيلي ولا اي حد يتظلم، احنا عايزين تحكيم عادل. كل واحد ياخد حقه. بالظبط كده. كل واحد ياخد ايه؟ حقه. لكن طلع قال له ايه؟ بدعمك، انا في ظهرك، انا مستنيك. بعد قال لك ايه؟ هو فريق الزمالك يوم يعين لك النهارده ابراهيم نور الدين ويعين ده بتاع المنظره. هو عارف ابراهيم الدور هيحصل له ايه. ها؟ ويروح معين مين بقى؟ الولد اللي هو عامل على صفحته تريقه على الزمالك بالفار. طب وده اسمه كلام يا جماعه؟ طب هو في رياضه كده؟ عشان كده احنا بقول لاولادنا يا ابني بنساندكم، يا ابني في ظهركم، يا فريرة من فضلك بعد اذن حضرتك انت قاعد لنهايه مدتك، محدش هيشيلك، لان اللي بيشيل مرتضى منصور ومجلس الاداره. تمام؟ حضرتك قاعد لغايه نهايه المده، بس من فضلك كل واحد يلعب مكانه. من فضلك تقوم جاي في خط الوسط لوحدك. من فضلك ده نادي الزمالك بتاع الهجوم. من فضلك انا لو منك العب باثنين مهاجمين. من فضلك الفرقه بتبقى نازله خايفه منك وانتوا اللي بتخلوهم يخش عليكم في الاخر. من فضلك ما نغيرش خطه كل شويه. من فضلك منتهى الادب والاحترام. تمام؟ ان شاء الله عندنا ماتش بيراميدز يوم الاربعاء تقريبا ان شاء الله. كاس الاثنين يا فندم، الاثنين يوم الاثنين 16 ما اعرفش 16 ايام الاثنين انا بتلخبط في الايام دلوقتي. 16 اللي هو في ايه؟ الاثنين يا فندم. انا بقول لك ما اعرفش، انا بتلخبط في الايام. يوم 16 الاثنين ان شاء الله. النهارده عندي يومين مؤخرين. تمام؟ وعندك ماتش الاهلي ثاني. انت النهارده الاهلي سابقك ثاني اهو. سابقك بكام نقطه؟ كان 5. هم 4 دلوقتي، لو كسب بكره يبقوا 7. انت دلوقتي لا كان 5 دلوقتي انت ب4.
في نقطه انت خدتها. ما انا بقول لحضرتك في النهارده 4 لو كسب بكره يبقى 7 بونت. 7 بونت في ايديك انك تكسب ماتشينك. تعادل هيبقى كام؟ 5 وانت 4 يبقى فرق ايه؟ نقطه. خسر تمام وتحكيم احترم نفسه. تحكيم الفاجر تاني، الفاجر احترم الفاجر. يا اخي في اسوأ ايام جمال برضه واسوأ ايام عصام عبد الفتاح كانتش كده. كان في تحكيم. لا ما كانش كده والله. خلي بالك. وبعدين هي في كلمه اتقالت، ما هو الفار من ساعه ما رجع خلاص، من ساعه ما رجع الاهلي مش عارف يكسب. طب ما احنا لغينا الفار كده يا جماعه. ده في تصريح يا فندم النهارده، في تصريح يقول لك النهارده. يا حازم يا امان عضو اتحاد الكوره اعمل لي تحقيق فوري في ماتش اسوان، كان في فار ولا ما كانش فيه؟ لو ما كانش فيه وما اختارنيش الماتش بيتعاد. لازم يقول لي ويقول لي اسوان.